قسما بمن رفع السماء، قسما بمن نشر الضياء. قطر ستبقى حرة تسمو بروح أوفياء. بلادي 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 خافي قاتل في المعالي أعلام في سبيل المجد. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده معاكم حلقه من تبع كأس العرب. طبعا النهارده هنتكلم على منتخبنا المصري ومنتخب الكويت. النهارده مباراه جامده جدا، مباراه عصرة جدا في دور المجموعات، بطوله كأس العرب. بطوله مهمه جدا، من افضل بطوله على فيفا وانتظام الاتحاد القطري. طبعا بطوله متنظمه جامده جدا. تنزل تعمل لايك وسبسكرايب وتعمل اشتراك. يلا بينا عشان نتكلم على منتخبنا المصري الوطني للتعادل 1-1 في المباراة القادمة، المنتخب المصري ضد منتخب الكويت ان شاء الله رب العالمين. نتكلم في التفاصيل النهارده على قناة عمر الاهلي. تنزل تعمل سبسكرايب ولايك. النهارده طبعا شفنا ماتش منتخب الكويت والمنتخب المصري. ومنتخب الكويت. طبعا ماتش المنتخب المصري كان عامل تصفيات وعامل المباريات القادمة في الشوط الأول، كان عامل عنصر قوي جدا، بس برضك اللي استحرز على المباراة هو الكويت. طبعا في تفاصيل تانية في الشوط الأول. المنتخب المصري طبعا هو استحرز المباراة القادمة ضد منتخب الكويت في الشوط الثاني، وطبعا منتخبنا المصري تتقدم في الشوط الثاني في كتر الأهداف والصراعات الأهدافية والصراعات الهجومية. دلوقتي مباراة كويسة جدا. طبعا مباراة ودية، مباراة مهمة. طبعا فاضلنا مباراتين، الإمارات والأردن. طبعا ماتشين جامدين جدا إن شاء الله رب العالمين نلعبهم. طبعا الإمارات والأردن يعني فاضلنا ماتشين عشان نتأهل لدور دور 16 دور 18 تصفيات. ان شاء الله نتأهل التصفيات ان شاء الله رب العالمين عشان نوصل لنصف النهائي النهائي ان شاء الله رب العالمين، نوصل للنهائي بمشيئة الرحمن. النهارده شفنا ماتش مسخره النهارده، ومش عايز اتكلم النهارده اقول لكم الماتش كان وحش. لا، انا شفت ماتش مسخره بجد. ماتش ملهوش 60 لازمه. يعني انت منتخبك فيها نجوم عاليه ضد نادي الكويت، ولا فريقه معروف، ولا حتى انت فريقك معروف على مستوى العالم. انت عندك لعيبه مستوى على العالم عمرهم ما عارف يجيبوهم. انت عندك نص اللعيبه محترفين على العالم. عايز ايه تاني؟ انت ما جبتش الصراحه، ولا شاركت في بطوله كاس العرب، ولا شاركت تريزيجيه، ولا شاركت زيزو، ولا شاركت امام عاشور، ولا شاركت ده ولا شاركت ده، وحتى وانا شاركت لعيبه النادي الزمالك. تفاصيل النهارده يعني انا بالنسبه لي النهارده مش فرحان على التعادل ولا فرحان، ولا حتى من احنا كسبنا النهارده مش فرحان. اللي احنا شفنا المباراه ضد نادي منتخب المصري ضد منتخب الكويت. طبعا كان ماتش ساخر للمنتخب المصري. ماتش كان ساخر للمنتخب المصري. دي تعمل اصلا حاجه ملهاش 60 لازمه، وليه اصلا تعمل حاجات انت مش متوقع لها رسمية مع قناة عمران. النهارده حلقتنا مش هتكمل كتير النهارده. طبعا يعني شفت الماتش، طبعا مفيش كلام النهارده كتير. طبعا الحمد لله على مشيئة الرحمن، ان شاء الله نكسب المباراة القادمة ان شاء الله ضد الامارات. ماتش هيبقى صعب جدا. انا عارف كل الجنسيات من بره، بس ان شاء الله يعني نقدر نتحكم ضد المنتخب الامارات ان شاء الله رب العالمين. يوم ان شاء الله لسه عندكم التاريخ، ولسه هننزلكم بوست على الانستجرام والفيسبوك. طبعا تنزل تعمل سبسكرايب واشتراك وفعل الجرس. يلا سلام.